في ظل ما تشهده طرقاتنا من عنف مروري رهيب وما يعرفه الطريق الوطني رقم 5 من تزايد في عدد الحوادث والقتلى، نظم أمن دائرة بشلول بالتنسيق مع جمعية الأحسان لبلدية عجيبة يوما تحسيسيا لمستعملي الطريق بمشاركة كل الفاعلين في الميدان. حضور الأطفال كان مميزا ببراءتهم وعفويتهم في خطابهم مع السائقين: كفوا عنا تهوركم وجنونكم. حوادث المرور يا خويا، نتاسفوا على الناس اللي راهي تسرع وتهور في الطرقات هكذا في السياقه. والله غير بزاف يعني راهم يديروا لا فيتاس حتى وين تلحق باكي يفوت عليك واحد 200 210 ماهيش مليحه. نورمالمون ينقصوا في السرعه، نورمالمون يحذروا على الناس. لو كود سي لو كود. غياب ثقافة مرورية وعدم احترام قوانين السلامة المرورية وجنون بلا حدود، كلها عوامل أدت إلى تعقد معادلة الأزمة المرورية في الجزائر. بالتنسيق مع شرطة بشلول اليوم خرجنا باش نديروا يوم تحسيسي عن حوادث المرور، وباش نوعيو المواطنين على الكارثة اللي راكم تشوفوا فيها. لتحسيس مستعملي الطرق حول ظاهرة حوادث المرور التي أصبحت ظاهرة تمس المجتمع بأكمله وتمس كذلك بالاقتصاد الوطني. يوم تحسيسي كان بمثابة تذكير لمستعملي الطريق، وبالرغم من كل الإجراءات التشريعية والتحسيسية في منظومة السياقة، إلا أن السائق الجزائري لم يتعظ بهول الإحصائيات اليومية التي جعلت الجزائر تحتل المراتب 10 الأولى في العالم من حيث حوادث المرور.